الراجل بيكلمني احمد بيقول لي يعني هو انا المفروض كصاحب بيزنس ادفع لشركه تسويق كل شهر من 10 ل 20 الف جنيه عشان حد يجي يصور لي شويه فيديوهات وحد يعمل لي تصميم؟ قول لي انت لو مكاني هتقول له ايه؟ هقول لك يا معلم انا قلت له ايه. ببساطه الموضوع مش ان حد يجي يصور لك كام فيديو وحد يعمل لك كام تصميم. انت بتحتاج شركه ماركتنج اولا عشان بيكون عندها خبره كافيه ان هي تحدد افضل خطه تسويقيه وافضل استراتيجي ماركتنج وافضل خطه محتوى للبيزنس بتاعك. ثانيا الشركه دي بتوفر لك تيم كامل شغال في ظهرك. التيم ده مصورين، مونتير بيعملوا لك مونتاج، ديزاينرز بيعملوا لك تصميمات، سوشيال ميديا سبيشالست بينزلوا البوستات وبيتابعوا حساباتك على السوشيال ميديا، ميديا باير بيعملوا لك الاعلانات المموله، ناس كونتنت كرييتور بيطلعوا لك الافكار بتاعه المحتوى بتاعتك، مودريتور بيساعدوك في الرد على الكلاينت والعملاء، وطبعا ماركتنج بيرفورمانس عارفين ازاي يسوقوا لك وازاي يقدموا افضل استراتيجي ماركتنج للبيزنس بتاعك. فببساطه لما تيجي تبص على انك بتدفع 10 او 20 او 30 الف جنيه، انت هنا لو دفعتهم مرتبات عشان تعمل تيم تسويق جوه الشغل بتاعك هتدفع 10 اضعاف الرقم ده تقريبا، لان الناس دي بيكون مرتباتها كبيره جدا. عشان كده شركه التسويق كمان بتوفر لك. فببساطه عاوز توفر اتعاقد مع تو ميديا وخلي تسويق البيزنس بتاعك علينا. ولو مش تو ميديا وحابب تتعلم تسوق بنفسك برضو هتحتاج معاك تيم، محدش بيعمل كل حاجه. وبس يا سيدي، ما تنساش بس ان احنا في اخر رمضان ومهم جدا من دلوقتي نحضر الخطة التسويقية بتاعة السيزون والصيف، لان بعد العيد في سيزون جاي قوي جدا لو اي صاحب بيزنس ضيعه بجد هيبقى ما عملش اي مبيعات قوية السنة دي. كل سنة وانت طيب.